الكروية اليوم ما اسمح لي اليوم يعقوب المنصور كان خصو يكون منتصر فريق اتحاد يعقوب المنصور ويستحق ذلك. كان الاقوى والافضل والاحسن، والوداد ماشي ما لم يجاري، لم يقدم شيء، الوداد الرياضي كان مابقاوش كيعرفوا تيباسي. لاعب الوداد يباس ساهل، مع الوداد لا رياض لا رياض بوش مشكل كبير جدا عند الوداد. اظن اول شيء بعدا نهنيو يعني اتحاد يعقوب المنصور على المستوى اللي داروا، مستوى 29 سنة. نتمناو اننا نشوفوا انديه كتلعب بداك المستوى بديك الطريقه، لي كومبينيزون منظمين، كاينش لعبة شوف. روح قتاليه، شادين الكره، فاردين الاسلوب ديال اللعب. نتمناو اننا نشوفوا انديه كتلعب بهذا المستوى، لان هذا المستوى بعدا كيخليك تقنيا كتشوف المباراه وكتشوف اداء يعني مطمئن، ولا اداء بعدا يعطيك يعجبك شويه لك تتفرج في كره وكتعجبك يعني تتفرج في كره جميله. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه كنظن بان الوداد عانى اليوم يعني في المحور ديالو اللي هو خط الوسط، ان الاصابه اللي كانت عند وليد صبار فرضات انه ذاك الوقت يكون الزمراوي وعزيزكي، وهادو بجوج ما كيأديوش ادوار دفاعيه بشكل هذا، وما يقدروش يكونوا يعني شتي من يلعب الماتش الاول بدا بعزيزكي عاد دخل من بعد الزمراوي، يعني واحد اللي خصو يكون في الملعب، ما يمكنش يكونوا بجوج. بالتالي هنا شنو يعني البدائل اللي عند امين بن هاشم في خط الوسط باش انه يلقى بديل ديال وليد صبار؟ كنظن ما كاينش بديل في هذاك المحور الا رشيد خل محتوف في يعني في الدقائق الاخيره، بمعنى هذاك اللاعب اللي كان كيتبنى عليه اللعب ديال فريق الوداد الرياضي وعنده جوج الادوار، ممكن دفاعيا انه كيكون متميز وكيقدر يبني اللعب ديال الوداد ويخرج يعني الكره. اليوم ما كانش، وبالتالي حتى الوداد ما لقاوش راسهم. مباراه بالنسبه للوداد خص تعاود فيها النظر، لان ما يمكنش فريق الوداد الرياضي اللي باغي ينافس على الالقاب وباغي يدخل لاكاف، يعني كنظن اليوم حتى امين بن هاشم غيكون واقيلا حتى هو تفاجئ من راسه على هذا الا بغيت نقول، ومن الاداء ديال اللاعبين. ان ربما انا اللي كنعتقد هو ان ربع ساعه الاولى اللي كان كيعتقد فيها مثلا ان الوداد هو اللي غيفرض السيطره ديالو ولا هو اللي غادي يعني يحتكر الكره، فتما فين يعقوب المنصور خدا ديك ربع ساعه الاولى وخدا فيها الثقه، نفرض اسلوب ديال اللعب ديالو كان اكثر وصول للمرمى من يعني من الوداد الرياضي، لان الوداد جاتو محاوله وحده ديال لورش في البدايه ديك ربع ساعه ولا ثلث ساعه وعشوائيه ما قدرش انه يستغلها، رغم ان كانت مساحات، ولكن في لي كونتر الوداد ما مشاوش بشكل مطلق. دابا انت جبتي حنا كنناقشوا نديروا طاك باش ما نعيكش. انا قلت لك النهار الوداد فريق بطيء. امين بن هاشم يدخل التصور الوداد كانوا لاعب ضدها، تبعني شنو بن هاشم يحط تصور الوداد كانه كيكادري فيها كادريها، الوغ هو ما ناويش بحال ما ناويش يدير دي ريسك. ما كاينش لعابه صراع، ما كاينش لعابه يكونسومي ولا مرض البال حتى الدوزيام ميطا، عاد باش حاول يدير السرعه في الميدان، ويدخل ناسي ويدخل المترجي يبين ما جايبش الفورمه، ويدخل بعض اللاعبين يكونوا صراع. ولكن بغياب ديال لاطيرو اليوم اذكياء ويجيبوا حلول بحال اللي كان عليه الحال عطيه الله والعملو اللي كان خص يتقاتل عليهم بن هاشم. هو يتمنى واخا مشى للمرخيه ومشى مشى الخالديه ولروسيا، ثم واحد الفرقه بحال كيشوفها بغى يكادريها بحال هو لاعب ضدها، ما يمكنش تلعب بها النور. لورش لعبوا هو هذاك يدخل وسط الميدان ويقلب على لي زون دو ان ابوي باش يمشي للكاري، ثم هبط. قول لي يا زمان يرجع يا زمان، ما يمكنلوش يدير كيدير جهدو كي داكشي اللي عطا الله 40 سنه عند السيد، راه تيتقاتل حسب داكشي اللي قدروا الله اللي باقي عنده في القرعه ديال الصدر ديالو. هادشي اللي عنده داكشي اللي عنده راه كيديروا في العلم، وهاد الحيت راه قدر ومشى بحالو. حتى عزيز كيتقيل وخصو مساحه فين يعطيك لاباس، وبالتالي غياب الانتيليجونس في الملعب، لا بروفوندور لا رابيديتي ما بقاتش فرقه كادوكو ساليتي. هو حتى الضغط اللي يعني شفنا الوداد داروا في المباراه الاولى على مثلا الكوكب مراكشي باش انهم ما يخرجوش الكره ويحاولوا يسترجعوا الكره بشكل سريع ويمشوا يضغطوا بزاف تكتيكيا. هذا هو اللي دار الفرق، هو ان
ملي حاولوا يديروا الضغط على اتحاد يعقوب منصور، ومني كتمشي ضروري كتخلي واحد شويه ديال المساحات، فهما استغلوا ان لا الزمراوي ولا عزيزكي يقدروا انهم يديروا داك الضغط وينجحوا باش انهم يجيبوا الكره، لان اللي كان الوحيد اليوم اللي كان كيدير ادوار دفاعيه ودار فيها بزاف المجهود ودار اخطاء باش انه يهرس الريتم هو الاميرات. هو الاميرات يعني ملي كيكون الاميرات والد كيكون توازن في الادوار الدفاعيه مع يعني افضليه الوليد انه كيقدر يخرج الكره وكيقدر يعطيك يعني حلول باش اللاعبين يعني في الاجنحه ياخذوا الكره ويلقاو مساحات. ففي غياب هذاك التوازن في خط الوسط هو اللي ربما استغلوا بشكل كبير اللاعبين ديال يعقوب منصور وعرفوا كيفاش انهم يخرجوا الكره، لان الا غتلعب بالهنوري معروف شنو الطريقه، وانا خص يكون عندك اجنحه ولا اظهره اللي في المستوى، لان باش تمشي ودير دي سونتر اليوم لا سميتو راه الكره الوحيده اللي وقعت لعبات مزيان هي ديال البيت، ملي تلعبات مزيان ومشى مفيد ودارها روتري لقى لورش في كاري 18 تماركت. يعني كل لعب الوداد بهذه الطريقه او دار دي كومبينيزون وهذا ممكن يلقى يخلق فرص ولا يلقى حلول. فكنظن بان دافع الوداد اليوم اكثر ما انه هاجم. علاش؟ لان لقى قدام واحد الفريق اللي متحكم في الكره وسريع في الاداء وما قدرش الوداد انه ياخذ معناه هو اللي فرض الاسلوب ديال اللعب ديالو، فرض السيطره ديالو، مشى من الاطراف اكثر من مره، حاول يمشي من الوسط، جاو فرص ما قدرش انه يستغلها، وحتى الهدف اللي سجلوا في وقت اللي هو مهم، نهايه ديال الشوط الاول، وحتى الوداد سجل في وقت اللي هو مهم، بدايه الشوط الثاني اللي ممكن يعطيه يعني ثقه باش انه يرجع. ولكن للاسف يعني ما شفناش وداد قوي بحال اللي شفنا في الجوله الاولى. دابا كان شكل مع الوداد مع الكوكب، اذا الكوكب سي لاعب شويه ايزي، سيتادير كتلعب معاك ولاعب كيفكر في الكره. الكوكب المراقب اكثر. رشيد باغي يبين هذا راه مدرب اللي ديال البالون، المدرب اليوم راه حك البالون ولعب الكره، هذا مدرب جوست بالملعب، راس بالملعب باين راسم الدراري اللي هم راسم لهم الجيومتري ديال الملعب واضحه، كتواضحه ان اللعابه تتحركوا في دي زون معينين. 33 خلوا فيك يتحرك 10 عارف راسو. سيدي رشيد باغي يلعب هذه ويلعبوا الكره، باغي يبين بانني انا رشيد، وهذا فرق بين لي جينيراسيون، مساله عاديه. الوداد بحال دابا الرجاء لمنا على هذاك الشابي، كنقولوا الشابي ماشي زرق، ولكن هو ماشي في الحجم ديال اللعابه هذا الرجاء، لكن الرجاء عندها شكل. الشابي بغا يشد الكره يتيريو عندهم لي ميليو تيران باش لو فلون غوش يلقاو راسهم واحد مع واحد، لا الادم نفاتي ولا لا يرقوش باش تما تكريا سيتوياسيون، اولا الكره ملي ما كيلقاو ميدار كيديو هذاك المعموري يهزها لي زاتاك. هذا الشكل، هذا الوداد اليوم ما كاينش الشكل. كاين بزاف اللعابه اور فورم اتفقوا عليها، كاين دي بليسيور جاتهم، كاين بليسيور ديال اللعاب اللي بان غيكون هو الباترون ديال الوداد مي تبريسه ليهم، ما كاينش الشكل. وهذا دابا فهمني، دابا الموضوع دابا يعقوب منصور انا اسمح لي قاطعتك واعتذر، اسمح لي بزاف. دابا يعقوب منصور تعاقل عليها في راسك، انت حداك تكون عاقل على الوداد. لا الوداد كانت كتجري ماشي كتجري دابا، يعني اولا بعدا حتى لورش راه باقي ماشي في الفورما الكبيره ديالو مترجي، والدور اللي كان الجهه اللي كان مثلا ممكن يعتمد عليها فريق الوداد الرياضي ويكون فيها الاداء يعني ويقدروا يخلقوا منها فرص، وهي اللي داير تسجل منها الهدف، هي الجهه ديال مفيد مع مراب. ولكن ما بانش ان كاين واحد التفاهم، لان الوقت اللي مثلا مفيد كيمشي خاص المرابط انه يدخل، فالمرابط كان كيبقى حداه، وبالتالي ما كيكونش الوقيته اللي دخل شويه المرابط وداز مفيد وعطاه المرابط الكره راه هي اللي تسجل منها الهدف. يعقوب منصور كانوا يعني سادين، عارفين القوه ديال الوداد كاينه في الاطراف، يعني الا مشى المرابط راه سريع وقوي ويقدر انه يخلق مشاكل، ولورش هو الى مشى اولا دخل وخلى الكولوار سميتو لاريير غوش ديال بوشا الى مشى بوشا يقدر يدير. بالتالي حاولوا انهم يعني يسدوا، لان ملي كتضيع الكره ومثلا ملي كتضيع الكره يعقوب منصور كترجع عند الوداد كتبان لك بان يعقوب منصور منظمين 4 هذا سادين باش انهم يعني اليوم الوداد نقدر نقول بان امين بن هاشم مازال خصو يلقى حل لهذا الغياب ديال الوليد الصبار، لان بالنسبه لي كان لاعب ارتكاز اللي هو مهم،
وهادشي علاش هو كان كيقلب على ان يكونوا جوج لاعبين. كنظن بان باكاسو مازال غيكون لاعب في المستوى لانه ما لعبش يعني كثير. يلا الماتش الاول دخل دوزيام ميطون، هذا الماتش هو دخل الدوزيام ميطون، هو اللي غيعوض وليد في ديك البلاصه. مي مازال خصو اليوم كنظن بان بن هاشم بغى ربما يكون هجومي اكثر بالزمراوي عزيز كي، ولكن لقى قدامه فريق اللي هو تحكم في الكره اكثر من الوداد. ملي كتحكم في الكره انت وقت اطول من الفريق المنافس، راه اكيد بان الاخر غيدخل له دوت. واكثر من ذلك ماشي غير متحكم فيها كيف ما كنقولوا سلبي، كتمشي كدير فرص. معنى الوداد مازال خصو يطور الاداء ديالو ويشوف هاد يصلح هاد الاشياء. دابا الا شتي ذاك الولد الخلوفي اللي هو في وسط الميدان رقم 33 ديال الاتحاد يعقوب المنصور وقارنتيه بين باموزيس، انا صيفط لك ولا بحسن تدي ولا باموزيس، تقدر تشوف باموزيس كيشد واحد 150 مليون، هذا الخلوفي انا متاكد ما فيتش 40 مليون، انا متاكد، انا ما نسينيها 40 مليون ما عندوش بلي صالح. وشو ذاك الخلوفي اللعب ديالو راه من عصام الراقي مش تلعب بحال هذاك. طيب الخفيف هذاك العشره اللي هو الكابيتان كيفاش كيلعب وليزونس وداك الدري داك لو شغل لاتاكون باللوق، الادوار موزعه على فريق ديال الاتحاد يعقوب المنصور. لاحظناها الماتش الاول تنقولوا الله يعطيهم الصحه، وكنتمنى التجربه تسعفهم لان كره القدم راه صعيبه في بريمير ديفيزيون، حنا كتبان لنا سهله ولكن هي راه صعيبه. اليوم نقدروا نهضروا بخلاصه بان الاتحاد يعقوب المنصور كان يستحق اكثر من التعادل اليوم، كان افضل بكثير، ويمكن يثبت الوداد اللي خلات الوداد اليوم خرج التعادل. لا جات التجربه كتلعب دور، لان تاحوا فرص ما قدروش انهم يسجلوهم. انا كنظن الوداد هذيك الفكر ديال انهم غيضغطوا وياخذوها في نص الميدان ديال يعقوب المنصور وممكن انهم من تما يمشيو، ولا كانوا معولين ان مثلا يعقوب المنصور لانه وقعت في المباراه ديال الجيش انهم يديروا اخطاء يعني في يعني تمرير الكره بين اللاعبين ويستغلوها، ما دارتش. لان اللاعبين ديال يعقوب المنصور اليوم كانوا مركزين بواحد الشكل كبير وما كانوش كيضيعوا الكره بالشكل اللي كانوا كيضيعوها اللاعبين ديال الفريق الوداد الرياضي، وبالتالي نجحوا وما خلاوش الفرصه فين ان لاعبين الوداد يقدروا يفتكوا ولا ياخذوا الكره في يعني في حدا الكاري دي دويت ويمشيوا ويفاجئوهم ويسجلوا الهدف. وقيلا دارت في كره وحده اللي مشات منها المرابط وعطاها اللورج وما سجلش الهدف. اما باقي الكرات خرجوا الكره بشكل جيد لانهم كانوا منظمين وعارفين المساحات فين يلعبوا وفين يخلقوا يعني حلول. يعني انا حامل الكره كنلقى جوج ولا ثلاثه متمركزين بشكل جيد باش كيعطيوني حلول فين انني ممكن نلعب في الحل الاول ولا الثاني ولا الثالث. اليوم لو ان الوداد كان منظم كنا نشوفوا اداء افضل، مي اللي كان منظم بشكل كبير وكان متحكم هو اتحاد يعقوب المنصور. يستحق برافو لهم على هذا الاداء، برافو المدرب شاف لنا هو مدرب مغربي جاي تبارك الله، اصغر مدرب بهذا الاداء بهذا العمل، فبرافو. ملي كان 25 سنه وهو مدرب، راه غير في النظر بان غنبداو نتفرجوا في يعقوب المنصور. لا انا شفت الماتش الاول لفتوا النظر الفرق بين الماتش الاول وان المدافعين ديالهم كانوا لاعبين مرخيين، ما نساو بان لاعبين مع فريق الجيش الملكي ما يمكنش تدريبلاو بديك الطريقه. الوغ كاينه اللقطه ديال بينالتي باللوق اللي مشى مع بن عبيد كانت باينه ماشي بينالتي، مي الحكم اظن بانه اصر بانه يمشي للفار ويما بدكم الحكام غيعيشوا مشاكل. هما اللقطه هي كاينه من زاويه افضل بكاميرا شخصيه بكاميرا انفو سبور اعتقد. تفضل. بدنا نبقى كيدوي مع مرابط الى اخره. باللوق المهاجم انا نتحمل مسؤوليه كلامي. هذا المهاجم كان في تفاهم تام. عطيني الصوره باش الناس تشوف شنو نقول. عطيني الصوره باش الناس تشوف باش تيخرج منا بالعودي. كان في تفاهم تام مع فريق الرجاء الرياضي. تفاهم بمعنى مع بروين، مع عبد الله بروين، مع مكتب عبد الله بروين باللوق لافون سونتر، وما يلعبش في الرجاء، ما يلعبش. لعبوا مزيان صحيح كل شيء، ولكن الرجاء تبغيو هذه النوعيه ديال اللاعبين في لا لين داتاك يكونوا اكثر سرعه اكثر هذا يلعبوا يمشوا. ولكن هذا كان في تفاهم، كان على الاقل غادي يكون هو المهاجم الثاني، لان الرجاء انا ذاك كان كيشوف بعيد، يعني كان كيشوف
باغي يجيب مهاجم هذا ويكون هذا هو المهاجم الثاني او يوسف العربي. كان باللوق غادي يكون في الترسانه البشريه لفريق الرجاء الرياضي، ولكن من بعد الامور ما مشاش كيف ما هي، وباللوق فضل يبقى ويستمر مع اللاعبين اللي صعد معاهم من القسم الثاني. هذيك اللقطه اللي تسمعت سميتو دارت واحد الفيديو ديال اللقطه اللي كانت عرفتي هذيك كانت اخر ماتش لعبوه ولا ما عرفت شنو، فاش جاتو الكره ضربها للسما، كان البوطو خاوي ولا ما عرفت شنو ضربها للسما، وهذيك اللقطه دارت داك الفيديو ديالو. ما كيبقى بون سونتر صحيح، اثر على مدافعين الوداد اليوم، دار لهم خدمه كبيره. وواضح كيف ما قلتي بان المهدي حسن الجباري غيكون مدرب بالمستوى المزيان. رسميا امين بن هاشم ما دلاش تصريحات، والفوضى اللي نضت معقب اصرار مسؤول الاعلامي الاتحاد يعقوب منصور بانه يحيدوا لي ميكرو ديال المنابر الاخرى، يبقى فقط الميكرو الذي يمثل الشركه الوطنيه لإذاعة التلفازه، خلى بانه لم يكن هناك تصريحات. هذا التقرير يترفع الان للمسؤولين رسميا، التقرير يترفع للمسؤولين حاليا. اكيد لان ما دارتش ندوه، معناها كاينه تلفازه، كاين نقل، فهمتي، كاين تصريحات. وللاسف نتمنى ان هذا الشيء يتجاوز في المباريات المقبله. كنشوف بزاف التعالى كيتكلموا على اش كدوي على الشابي، كتقولي يمشي امين بن هاشم نساو بان مكونه دار 26 دوره، ما فهمتش. عادي دابا شوف، دابا امين هاشم كيف ما قلت لك النهار، امين هاشم عطاه يتمنى قربان الاعلام وكل شيء. انا قلت لك النهار دابا غادي يولي كل شيء خصو وليدات توب، ما كاينش راه بن هاشم خصو يمشي، وهذا مساله عاديه. لا. واليوم غادي تسمع بن هاشم الفرق باش نشرح الفرق، حنا باش نتفاعلوا مع الناس. انا ما عنديش مشكل، انا كتعرف اللي بغى يقول رايه مرحبا به. كنظن بان رايي انا قلته في الشابي، وهو باقي كيربح في الموسم الماضي، وراه حمله ديال السب والشتم وكذا على قبل الشابي، لانه كانوا كيعتقدوا الرجاوي اللي اليوم خرجوا مقتنعين بعد الماتش ديال الجيش الملكي انه يستحيل يكون مدرب ديال فريق الرجاء الرياضي، ويستحيل انه يحقق القاب ولا حتى يصنع فريق قوي. خرجوا هما مقتنعين وكيطالبوا بالاقاله ديالو. معناه انا ملي كنت كنتكلم راه كنت على صواب، ما كنتش على كنتكلم لان عندي مشكل معاه، ولا كنتكلم على المستوى ديالو بالمقارنه مع الرجاء، بالمقارنه مع الاهداف اللي واضع فريق الرجاء الرياضي. هذه من جهه. امين بن هاشم يلا بدا مع الوداد، يلا خدا الفرقه، دار 3 ديال المباريات في الموسم الماضي في المستوى، واستطاع انه يحقق 3 ديال الانتصارات. الفتره الصيفيه الاعدادات ربح ماتش تعادل ماتش. علاش غيقولوا له المدرب سير؟ ومازال الوداد ممكن الاداء ديالو يتطور، لان عزيزكي مازال ماشي هو عزيزكي بالمستوى الحقيقي ديالو. هذا اللاعب الافريقي اللي جا في الميليو حتى هو مازال فاشي في المستوى ديالو، بمعنى ممكن خدا 26 دوره دار ما بغى، ومدرب حنت مغربي 2 دورات نقولوا لي يلا سير. لا بالعكس، الوداد ما كانوش في المستوى اليوم، ولكن هذا ما كيعنيش، والمدرب يتحمل المسؤوليه بن هاشم، ولكن هذا ما كيعنيش ان الدوره الثانيه حقها لا المدرب خصو يمشي. الشابيرا قصر الرجاء مع الاتحاد الاسلامي الوجدي اللي من دوزيام ديفيزيون، ونعاود نقولها راه لعبوا معاه في كازو طبيعي ماشي في كازو ارتيفيسيال. وراه شتي البيت الثاني كيفاش تماركا الرجاء، كانوا ماشي محلولين، كيفاش داها ومشى ماركا، وراه كمل هذا وجدوا ليه العقد ديالو وبقى. والشابيرا هو اللي جاب موزيس. الا كانوا الرجاويين راضيين على هذا موزيس ومقنعوا هذا موزيس مزيان انهم يشوفوا ضمون. لا باش الناس تفهم، انا ما كنتحامل على حتى شي واحد، انا كنقول رايي ونقولوا بصراحه وباقتناع، ما كيتبان حتى شي واحد نقول زعما هذا خطا. اليوم الوداديين خارجين لبن هاشم اليوم وكيطالبوا وكيقول لك كاين اللي كيطالب كاع براحته، دي عاديه. لا اللي بغى يقول رايه يقولوا، غيكون رايه مقتنع به، لان اللي واقع دابا في الوداد هنا بزاف الصفحات كيتسناو اللي موجود بزاف صاحب يعني عنده مدرب في يديه. ما يمكنش الفرق شنو؟ ملي نكون انا مدرب ديال الفريق، الناس خصها تعاونني، ماشي خصها تسناني في الدوره كما كنقولوا. وابن هاشم راه من نهار حط رجليه في الوداد وما كيتسناو في الدوره، اللي معاه واللي خارجين كوكلاء واللي شارين صفحات زعما هاد ابن هاشم منين جاي؟ وراه خصنا نفرحوا يكون عندنا مثلا مدرب بحال ديال الاتحاد يعقوب منصور باقي شاب ودار فرقه في المستوى، وخصنا نفرحوا بان جا مدرب موكوينه بالهاله اللي كانت عنده موكوينه وستاف الغريب بانه ناجح بزاف. شوف راه الكره هي هذه كتنجح فرقات، في الفرقه هذه هي الكره. جا الوداد و80 مليون هو والستاف وكذا، و26 دوره ما دار حتى شي حاجه، وجا من بعد منه هذا امين بن هاشم دار 3 ديال الماتشات داروا في اعلى مستوى، وخلى الوداد انها تكون في المركز الثالث. لو ان الوداد ولا سميتو ايتمنى ما حسش بالخطر ديال ان المركز الثالث غادي يمشي،
ما كانش غادي يحيد مكوينه ويجيب امين بن هاشم، ودار 3 ديال الماتشات في المستوى الكبير، وبادي يعني هاد جوج ديال الدورات ربح وتعادل. مازال الشابي ربح وتعادل، مازال خصنا نشوف الشابي ربح وتعادل، اي الشابي ربح وتعادل، ولكن الشابي مستواه تعامله واختياراته وهاد موزيت اللي جاب، وحتى ملي كان في الرجاء ودار الميركاتو المره الاولى، وحتى ملي خرج من الرجاء ومشى، كلها مؤشرات سلبيه، كلها مؤشرات ديال انه مدرب ما عندوش باش انه يكون مع على الاقل بعد الوداد اليوم راه داروا شي حاجه، ماشي راه كانوا بالمقارنه مع الاتحاد يعقوب منصور كان الاتحاد يعقوب منصور افضل، ولكن راه مشاو وسجلوا وقلبوا وهذا، في العلم ان انت ملي كتكون كمدرب وغادي تحمل في امين بن هاشم المسؤوليه باش كل واحد كياخذ الحق ديالو. انت باين الاسلوب اللعب ديالك في الزمامره شكون اللي كان كيبني، شكون كان على ما كان مبني على وليد الصبار، وكان بحال تقول له باترون ديال الفرقه، لانه كان كيخرج الكره ويدير ادوار دفاعيه وكيماركي دي بيلانتي كوفرات اللي ماركا، يعني كان واحد مؤثر في الفريق. اليوم تبنى في يعني لي زونطرينمون ولا في الماتشات ولا كذا بان وليد كاين، قدر الله وليد وقع في هادشي. علاش كان هادشي بلاتي، هادشي علاش كان الاصرار على ان خصو يكون وليد ويكون بديل، او لا يكون جبران ويكون البديل ديالو هو وليد. ملي ما سيناش جبران كان وليد، اليوم اللي خصو يتحمل المسؤوليه ويلقى حلول، لان حتى الواسطي مثلا، الواسطي راه كان غيكون لاعب يعني اساسي في الجهه اليسرى، حتى هو اصابه. هذه هي كره القدم، مدرب كتجيه اكراهات خص يلقى لها حلول، ولكن ما كيعنيش انني نتعادل او لا كذا غنطالب بان ماشي لدرجه بان الوداد ما تمدش 3 باس. الوداد اليوم راه ما مدوش 3 باس بعضياتهم، وكان بزاف ديال لي ديشي. كتوقع بان كيمشي لك بي اس بيتريس وكيولي الصبار واش وصل بان يكون هو الباترون ديال الوداد. مثلا رودري في سيتي، رودري مشى ليهم دار ليغامون، سيتي تبلوكات لدرجه ان السيتي رابت كاع، ولكن وليد الصبار راه لعب ماتش مع الوداد. ايوا راه هذاك الماتش الوحيد اللي لعب مع الوداد راه هو اللي سجل هدف، ولكن وكان ما يمكنش نسميوه الباترون، ما يمكنش. وانا كندويك على التصور ديال المدرب كيفاش انه اختار وكيفاش الاصرار، راه حنا دوينا عليها. علاش هو كان مصر على ان وليد يكون معاه، في حين ان مثلا ايت منا والناس في المكتب والمخادم كانوا متحفظين على انه وليد، بالعكس كانوا كيقولوا ان وليد ما عندوش المستوى باش انه يكون في الوداد، او لا انه يكون، فما بالك انا تفكر ان وليد الصبار يكون اساسي ويكون هو واحد من الناس اللي غيبني عليهم امين بن هاشم بالطريقه ديالها، لان كل مدرب عنده الفكر ديالو. الفكر ديال امين بن هاشم نجح مع الزمامره بوليد الصبار، انه لقى واحد اللاعب اللي يطبق داكشي اللي بغا، وطريقه ديال اخراج الكره واحد اللي يقدر يديرها هو وليد. اليوم هذه كره القدم وسنه كره القدم، اليوم وليد ما كاينش، نتمناو ليه الشفاء العاجل وانه يرجع، لا هو لا حدراف لا الواسطي لا محمدي لا غيره من اللاعبين، ما كاينش. دونك الدور ديال المدرب انه يلقى حلول. اللي كيتسنى الوداد توب هذا النوع ديال لاتيرو، وبهذا البطء اللي فيها والطريقه باش كيمدوا، وانعدام الذكاء في وسط الميدان. ما كاينش ذكاء نهائيا في وسط الميدان، راه كاين لعب مكشوف اللي ما كاينش لعابه تيكريو كيكون شوز اللي هما اللي انت ما توقعهاش. راه يمكن الوداد دير نتائج، ولكن ما ديرش الطوب، ما يمكنش لها دير البطوله وهادشي ما كاينش. هذا الدور ديال الطاقم التقني، لان شنو راه دائما النتائج هي كيقول لك هي صديقه المدرب، هي اللي غتدافع على المدرب. يعني غدير نتائج في المستوى وغتوصل بناء على كل واحد شنو الاهداف اللي واضع لهذا الموسم ديالو، غدير نتائج في المستوى وغتكون الفريق في المستوى، راه ما حتى واحد ما يهضر معك. غتكون بهذا المستوى ديال اليوم في الدورات المقبله، ما يمكنش الوداد يكون عندنا مدرب وعندنا لاعبين وحنا بهذا خصوصا انهم العام اللي فات صبروا 26 دوره، دابا راه ما غيصبروش 26 دوره، راه 4 دورات 5 دورات غتشوف واحد الضغط كبير في الوداد على بن هاشم وعلى الدوره 5 نيجي الدوره 5 الديربي بين الرجاء والوداد. حاليا ولادة فريق جميل جدا وعطاء جيد اللي هو اتحاد يعقوب المنصور. نتمنى ما يكونش فقط حظ البدايه، تتبان كاين عمل في هذه الفرقه، كاين خدمه، كاين افكار متفق عليها، كاين لاعبين مميزين اكيد، واحد 4 ولا 5 منهم في العامين القادمين غنشوفوهم في فرق في المستوى اكبر ملي كيلعب فيه اتحاد يعقوب المنصور. هذا واقع لا داخل المغرب ولا خارج المغرب، لان تيبانوا ديال اللعابه اللي هما مزيانين.
وولات تجربه جديده اللي هو اتحاد يعقوب المنصور. مزيان يطلع الفرقه تكون مريبه في هذا الفريق، ما غيرتش بزاف، جابت بعض اللعابه اللي عاونات الفرقه بها، مرهور فاتي الى اخره من اللاعبين اللي تجربه. جبرون راه بقى كان في دوزيام ديفيزيون 3 سنين في دوزيام ديفيزيون هو تلعب واقيلا جبرون. دونك هذا هو الفريق الاتحاد يعقوب المنصور، تجربه جميله خصت كنظن اتحاد يعقوب المنصور هادشي اللي غادي فيه كله ايجابي، لان باش فريق من القسم الوطني الثاني يطلع وتشوفوا كيأدي بهذا الاداء وبهذه الثقه اللي عند اللاعبين، وانه يفرض الاسلوب ديالو مع فريق كبير من حجم فريق الوداد الرياضي. وتا المباراه مع الجيش الملكي كان فريق اللي هو منظم، كاين انهزم لان كانت شويه ديال قله التركيز او عدم الجديه في التعامل مع بعض الكرات. مي اليوم شفنا فريق انه كيزيد ياخذ ثقه. هذا الفريق الا غتقارنوا بالاداء ديالو والاداء ديال مجموعه ديال الانديه اللي كاينه في القسم الوطني اللي شفنا في يعني في الدوره الاولى والدوره الثانيه، احسن بكثير. انا بعدا شفت فريق منظم، شفت الكره، شفت الناس كاينه افكار كتشتغل، كيديروا دي كومبينيزون، كيمشيو من اليمين كيمشيو من اللعب الدفاعي ديالهم غير عشوائي، من اليسار ما كيحاولوش انهم يخسروا الكره، ما كاينش بزاف ديال لي ديشي. بعدا كتشوف فريق منظم في المستوى، كتقول كاين عمل، حيت ما يمكنش هاد الفرقه اليوم وجات لعبات، لا راه موراها واحد العمل طيله الاسبوع كيدار كيعطيك نتيجه في يعني في النهايه ديال الموسم، في النهايه ديال الاسبوع، باش ان الفريق يكون يدي اداء في المستوى. وهذا هو اللي ما شفناش عند الوداد. ربما كانت اسبوع ديال التدريب، ولكن هذيك التدريب تعطي الفعاليه في المباراه ما كانتش. عليه بزاف الناس كيتكلموا على هدف الوداد. هدف الوداد راه ماشي معنى تلعب متقدم راه تسلل، راه هو واش هو استفد من العمليه، واش غطى على الحارس الرؤيه، زاويه الرؤيه الوقت اللي تيرد لورش. الاعاده ما عطاتناش هذه المساله. الصوره من اللي بعد تقول لي راه اللاعب الوداد فايت، ولكن شكون اللي ضرب الكره؟ راه هو لورش. دونك ضرب الكره لورش وضعيه قانونيه. الهنوري الا غطى على الحارس اورجو، كاينش حاجه اخرى من غير ان النوري الى غطى على الحارس، لا اقل ولا اكثر بالنسبه للعمليه ديال الهدف. وكنقول لكم ان الوداد اليوم لا يستحق التعب. وهذه المساله اليوم اتحاد يعقوب المنصور يستحق الانتصار، والتجربه هي اللي خلاتهم ينتصر في اليوم امام الوداد. تفضل. غير المساله ديال الفار شرحنا، نعاودوا نشرحوها. راه نفس الكاميرات ديال النقل، ولكن بجوج ديال المخرجين مختلفين. باش نفهموا الناس، المخرج ديال الرياضيه ما عنده علاقه بالفار، ولكن المخرج ديال الرياضيه كينقل اللقطات والمباراه للتلفازه، ونفس الكاميرات بديكاب الاخرين كيمشيو للغرفه ديال الفار. والشركه البرتغاليه ولا الاسبانيه اللي متعاقده معها الجمعيه العصبه الاحترافيه جايبين ناس تقنيين ديالهم هما اللي كيديروا اللقطات. ولكن انا كيبان لي هاد الناس التقنيين هما اللي فيهم المشكل. اولا كاين مشكل في الجوده ديال النقل، لان كاميرات بجوده ضعيفه جدا. وهنا انا كنوجه يعني رساله للعصبه الاحترافيه بان دفتر التحملات المقبل خص يكونوا فيه كاميرات مع هذه الشركه، يكونوا كاميرات في المستوى العالي. كنشوفوا مثلا المنتخب الوطني الناقل والدرون والكاميرا من الفوق وكذا، وكنشوفوا جوده عاليه. فين كيكونوا دوك الكاميرات؟ ملي كيكونوا الانديه المغربيه لاعبين، خصوصا مباريات كبيره بحال الكلاسيكو اللي شفنا يعني لقطات ما كتعاود ولكن ما بينينش. بالتالي كاين ضعف على مستوى يعني الكاميرات والجوده ديالهم، وكاين ضعف حتى على مستوى بالنسبه لينا التقنيه، لان ما كيعطيوش الزوايا مقنعه للحكم. راه حتى الزاويه اليوم اللي شفنا منها واش ضربه جزاء ديال الوداد كاينه ولا ما كايناش، واخا كيبان بان الجول لعب الكره اكثر من هذا، ولكن ما عطاوش زوايا واضحه مقنعه باش انك تشوف فعلا الحكم هو الاول وحنا نشوفوا معاه واش هذاك الشيء يعني القرار ديالو سليم ولا لا. فخاص تعاود النظر. ها هو عندنا الفار ولكن غير مكتمل بين الناس اللي تقنيين اللي كيكونوا في الغرفه ديال الفار، وبين اللي خصهم يعطيو كاع الزوايا، والحكم هو اللي كيتحكم. الحكم هو اللي كيقول لي بغيت الكاميرا هذه وهذه اللي في الفار باش يعطي للحكم ديال الوسط. وكاين ضعف على مستوى المعدات باش كيتنقلوا المباريات. هنيئا لفريق اتحاد يعقوب المنصور بهذا الاداء، ونتمنى لهم التوفيق. والوداد الى بغى يكون فريق اقوى يلعب على اللقب ويلعب على الكاف، ماشي بهذا المستوى اللي شفناه اليوم اللي كان مستوى ضعيف. ما نبقاوش نزوقوا الكلمات ديال الوداد اللي كان اليوم يستحق الهزيمه بامانه، لا كرويا لا تقنيا لا تكتيكيا لا جميع الامور
التي رافقت المقابله. في انتظار ردود الافعال هذه المقابله ان شاء الله توصلوا بها عبر الموقع الرسمي 3w.infosport.ma. الوغ كنظن باللي الناس كيسولوا على مساله الشابي. كنظن الشابي هو يعتبر من الماضي اليوم. دابا انا كنهضروا فيها دابا رسميا التوثيق ما كاينش، ولكن هو الان هو في الماضي ديال الرجاء فقط كتسنى ذاك الباكيج كامل يكون، يعني خرج واحد دخل واحد باش يعلنوا على الانفصال ويعلنوا على التعاقد مع مدرب اخر موافق. اما الشابي لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. اضغط لايك على الفيديو واكتب لنا رأيك على المقطع، لأن تفاعلكم هو الذي يعطينا الدافع على الاستمرار. في النهاية لا تنسى الصلاة على رسول الله، ومع السلامة إلى مقطع آخر إن شاء الله.